ايه يا شلومو يا ابن الغبية، ما بيجيش منك اخبار عدلة؟ ايه؟ مصر اتوسعت في تبادل الاسرى؟ يعني ما فيش فايدة؟ ادونا برضو على قفانا هما كمان؟ مش كفاية القفا اللي لسه واخدينه من اليمن؟ يا اغبية يا اغبية، ازاي مصر تتوسع؟ يا اخي تنيل، حتى الجزائر ادتنا على قفانا وحجزت مننا السفينة اللي فيها السلاح. جيبوتي ولعت في السفينة الامريكية. انا شغال مع اغبياء، اتصرفوا ادفعوا لهم اي مليار يطلبوه. شرفاء مش عايزين ياخدوا. طب ما تجربوا معاهم الحريم. حريمنا معفنة صحيح، مش هتنفع معاهم. طب وبعدين كده مش هينفع. انا قفا امي اتحرق، قفا امنا اتحرق. انتوا اغبياء. طب بقول لك ايه يا شلوم، ما ينفعش ناخد منهم شوية رجالة كده من الجدعان بتوع اليمن يحاربوا معانا؟ مين ده اللي بيديا؟ بايدن. الله يخرب بيت امه، فضل يقول لنا انا في ظهركم انا في ظهركم وما تخافوش، اتاريه واقف بيعمل حاجه تانية. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ تعملوا لهم موسم وتسموه موسم موياني؟ لا ده ايه اللي جاب سيره امي دلوقتي؟ ام نتنياهو كان اسمها ام يني؟ كان عندها يني الكبير عبيط عشان طب بص يا شلوم، بص يا حبيبي، عشان انا تعبت منكم. انت مرفوض وانا هشوف لي حته استخبى فيها. هو ده اللي بيحصل، دي أرض الواقع. اشتروا ناس بفلوسهم من ضعاف النفوس، لكن مش هيعرفوا يشتروا العرب كله. لو سمحتوا فوقوا يا عرب، بلاش تفضلوا تقطعوا في بعض وتشتموا في بعض ودول تشتم في دول، ما ينفعش. فوقوا واتحدوا، لو اتحدنا هنكنسهم من على وش الدنيا. اديكوا شايفين اليمن طلعوا رجالة وما قبلوش بالمجازر اللي بتحصل، خافوا من اليمن، ما بالك لو دولتين 3 كمان معاهم هيعملوا ايه؟ يا رب تكون الرسالة وصلت. سلام عليكم.